ومشاركين من مراكز التكوين المهني. هذه الحمله التحسيسيه رانا دايرينها ان شاء الله باذن الله باش نحسوا لاولادكم واللي هم انتريسي بهذه التكوينات. كاين معاهد اللي عندهم نيفو تيرمينال والفوق يديروا معاهد، كاين تخصصات نعطينا لكم لي ديبليون هنا. للاولاد كما نقولوا اللي عنده ولد صغير من 14 سنه 15 سنه باش يسجل في التكوين المهني. التكوين المهني هذه اهله باش يدير شهاده دبلوم اي حاجه باش يقدر يدخل للمجال المهني. اليوم رانا نديروا في حمله تحسيسيه اعلاميه وطنيه من اجل الدخول الى عالم الشغل عن طريق مراكز التكوين المهني. مراكز التكوين المهني تقدر تدي من خلالها شهاده، هذه شهاده تخليك تقدر تخدم سواء في الحياه المدنيه او تقدر من خلالها كما نقولوا بالعاميه تقاجي سواء في الدرك الوطني او في الامن الوطني. وحنا متوجهين لفئه الشباب شبيبه خاطر هما اساس التنميه. كان عندهم حاجه يسموها الفراغ، الانسان كي يستطيع يملا هذا الفراغ ما يكونش عنده الفيد باش يغدى الافات الاجتماعيه. مليحه. السلام عليكم اخي. هذه تاع التكوين المهني هاك شوف علاش وزعوا كيما هاك صح عرفت. ارتأت اليوم وسطرت برنامج قيادة الجهوية الثانية الدرك الوطني بوهران مع التنسيق مع مختلف الشركاء الأمنيين المتمثلة في المديرية العامة للأمن الوطني بولاية وهران ومختلف الشركاء الفاعلين ومراكز التكوين المهني في فتح باب تسجيلات من أجل التسجيل في الموسم الدراسي الجديد، وخاصة فئة الشباب من أجل توعيتهم للدخول للحصول على شهادة دراسية تمكنه من الولوج إلى عالم الشغل، ومن خلالها يمكنه الانخراط في صفوف الدرك الوطني أو في المديرية العامة للأمن الوطني، وكذا الابتعاد عن الآفات الاجتماعية بمختلف أشكالها. إذن في إطار إطلاق المبادرة الوطنية الإعلامية التحسيسية للتكوين المهني للموسم الدراسي 2024-2025 تحت شعار التكوين المهني تمكين اقتصادي وحوكمة آلية، شرعت مصالح الشرطة الأمني ولاية وهران في تسيير هذه المبادرة الاتصالية بالتنسيق مع مختلف الفاعلين ومراكز معهد التكوين المهني، إضافة إلى قيادة الدرك الوطني من أجل استقطاب أكبر فئة من الشباب ودعوتهم إلى توجه إلى مراكز التكوين المهني قصد الحصول على شهادة تؤهلهم لعالم الشغل، وبالتالي ملء الفراغ لأنه العدو اللدود للإنسان، وبالتالي القضاء على مختلف الآفات الاجتماعية. تجسيدا لمخطط العمل الخاص بالدخول التكويني دورة أكتوبر 2024 مواصلة للحملات التحسيسية التي نظمت الأشهر الفارطة. رانا نشهد اليوم حملة إعلامية تحسيسية بالتنسيق مع الأسلاك الأمنية الدرك الوطني والأمن الوطني والجمعيات الفاعلة في المجتمع المدني لتحسيس الشباب بأهمية التكوين المهني وبفرص التكوين والآفاق التي يمنحها التكوين المهني. اليوم رانا هنا في نقط المراقبة ببلدية الكرمة، قدمنا مطويات ولافتات إشهارية تخص الموسم التكويني والمؤسسات التكوينية. يعني كانت حملة ناجحة بامتياز. كل من بلدية تليلات، أرزي وقديل، القطب العمراني، أدية المسرقين، يعني والسينية بلدية السينية. إن شاء الله نتمنى أنه هذه الحملات التحسيسية تكون موفقة، لأنه رانا نوعوا في الشباب بأهمية التكوين المهني وبأهمية اكتساب فرصة التكوين، يعني باش يضمنوا بها المستقبل تاعهم. تحدثوا الشبيبة خصيصا، خاص الشبيبة هما مستقبل الجزائر، هم سند التنمية.